فاول ظهور ليها بعد ما قلبت السوشيال ميديا في مصر بسبب الفيديو بتاعها اللي كانت بتضرب فيه حماتها وسحلتها على السلم. رجعت الزوجة نداء المعروفة بالزوجة التي ضربت حماتها عشان تقلب الدنيا من تاني بفيديو ظهرت فيه مع ريهام سعيد. فايه الحكاية؟ الاعلامية ريهام سعيد راحت للزوجة نداء في بيتها في الشرقية واستضافتها وهي على سريرها، وده لان نداء كان باين عليها التعب والحزن الشديد، وسألتها حبة اسئلة عن حياتها واجابات نداء كانت صادمة للجمهور بشكل كبير. فنداء اتهمت حماتها انها كانت بتجوعها وما كانتش بتديها غير 50 جنيه بس طول الاسبوع، وان كان كل حلم نداء ان هي تشتري كريب ب 80 جنيه وطبعا مش معاها الفلوس دي. ونداء قالت برضو ان حماتها كانت بتجبرها على الخدمة، وده بعد 10 ايام بس من الجواز، وان زوجها ما كانش ليه اي دخل ولا اي تصرف مع مامته. وطبعا فيديو نداء قلب السوشيال ميديا في مصر وقسم الجمهور فريقين، فريق متعاطف مع نداء بسبب الضغوط النفسيه اللي اتعرضت ليها في الفتره الاخيره وده السبب اللي في ظهورها في الفيديو بالشكل ده، وفريق تاني مكذبها وقال انها بتمثل وانها قادره وان اللي تقدر تضرب حماتها بالشكل ده اكيد مش هتوصل للمرحله اللي احنا شايفينها بيها دي في الفيديو. وسواء كانت نداء صادقه او كذابه فاحنا ما نعرفش ايه اللي مدبره لها الايام الجايه، وخاصه بعد انتشار حبه اشاعات ان في جلسه صلح ما بينها وما بين زوجها خلال الفتره القادمه. فيا ترى ايه اللي مخبياه الدنيا النداء؟